أحمد زكي. أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي، ولد في 18 نوفمبر 1946، وكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفى بعد ولادته. تزوجت والدته بعد وفاة زوجها، فرباه جده. حصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، حيث شجعه ناظر المدرسة الذي كان يحب المسرح. وفي حفل المدرسة تم دعوته مجموعة من الفنانين من القاهرة، وقابلوه ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز. تميز بموهبته ومهارته وقدرته على تقمص الشخصية. كان مشهورا أيضا بكثافة ظهوره على الشاشة، على الرغم من أنه ظهر لأول مرة في دور صغير في مسرحية كوميدية، إلا أنه يعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الممثلين موهبة، خاصة في الأدوار الدرامية والتراجيدية. تزوج أحمد زكي من الفنانة هالة فؤاد عام 1983 إلى عام 1986، وأنجب منها الفنان هيثم أحمد زكي الله يرحمه. عمل أحمد زكي ممثل ومنتج أفلام مصري، وعمل في 6 أفلام تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري. ومن أهم أعماله النمر الأسود، الإمبراطور، حليم، هو وهي، جمال عبد الناصر، أيام السادات، معالي الوزير، اضحك الصورة تطلع حلوة، أرض الخوف. وتوفى أحمد زكي في 27 مارس 2005.